طبعا هنا وهنا، وان شاء الله ربنا يجازيكم كل خير. نورت يا محمد مزرعتك. منوره طبعا بيكم. وسهلا بيك. شيخ سامر وفريق العمل. يكرمك. والله احنا بنجتهد علشان ان احنا نحاول ان احنا نقدم حاجه كويسه يعني للناس، وجزاكم الله كل خير معكم. احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم النهارده عن الولاده. تعالوا كده نشوف الامهات النهارده. معانا كده الام الجميله دي والده في الصيف اهو. تعالوا نتفرج. بسم الله ما شاء الله. في اهو ولادات في الصيف، في ام بتولد في الصيف، في رضاعه، في كل حاجه ان شاء الله. طبعا ده بفضل العلف الجيد وبفضل المجهود برضو. لازم العامل بيشتغل والفريق العمل شغال. الام لما تولد في الصيف ده حاجه جميله جدا. لازم يكون متهيأ لها مكان كويس ومتهيأ لها علف يكون جيد. هي سلوله جيده ومعايا الذكر كويس، يبقى الام ان شاء الله هتولد ولاده الحمد لله. وجايبه عدد اهو بسم الله ما شاء الله خلفات اهي في الصيف. ده الدليل على ان في شغل، في حركه، في عمل، في فريق عمل بيشتغل. انا اشتغلت وتعبت واجتهدت، والارنبه عملت برضو اللي عليها. انا هيأت لها المكان وهيأت لها العلف الجيد وهيأت لها الجو المناسب ان هي تتلقح، تمسك، اتعشرت. اهتم بيها خلال فتره التعشير، فتره من اول 29 يوم لحد 34 يوم. اهتم بيها، اراعيها. العلف الجيد دايما، الميه تكون كويسه دايما، المناخ المناسب. عندي خلايا تبريد وعندي الشفاطات، ده شغال وده شغال. في الحر لازم الجو يكون كويس. احنا في الصيف مفيش حد بيطلع ارنب في الصيف غير يكون شغال، مش هيبقى نايم جنب الارانب ويقول ده الارنبه ولدت في الصيف، الارنبه ماتت، لا الارنبه سقطت، لا الارنبه تعبت. الارانب كلها اهي بسم الله ما شاء الله متركب لها ولادات. في ارانب اهي عمر اسبوع، في ارانب اهي بسم الله ما شاء الله. فده كله هيكون بفضل ايه؟ بفضل العلف الجيد زي ما قلنا، وبفضل المجهود. العامل بيشتغل، في شغل، في حركه. الام اهي بسم الله ما شاء الله صحه بسم الله ما شاء الله. امهات اهي شغاله، والده وشغاله وبسم الله ما شاء الله. تعالوا بس ناخد الام دي والده امبارح. تعالوا نشوف، نمسكها بقى من الاول. طبعا الام ولدت، لازم اول حاجه بعملها الباب مفتوح، لازم اقفل الباب ليه؟ انا بقفل الباب ليه بقى؟ ده عشان ارضع رضاعه حبيسه علشان الام تطلع لي الخلفات كلهم خلفه واحده. تعالوا كده. معلش حبيبه بتساعدني في الفيديو ده لان انا يعني ايه لوحدي. انا قفلت دلوقتي على الام. اول حاجه بعملها مع الام اللي ولدت ايه؟ لازم اجس الام. دي اول خطوه بعملها. اولا علشان اهتم بالام واحافظ عليها. هاتي يا حبيبه كده الام فوق السلكه. الام اهي بسم الله ما شاء الله بعد الولاده صحه جمال بسم الله ما شاء الله. لا تعبت بقى ولا جرى لها حاجه ولا الحمد لله. مفيش لا سلسله ولا هي بتاكل اكل كويس وعايشه في مناخ كويس. والشفاطات مفتوحه هناك، والخلايا التبريد في الناحيه الثانيه. ده ابسط حاجه. طب انا ما معيش امكانيات ان انا اجيب خلايا تبريد. هنتكلم دلوقتي اهو في كل حاجه، بس نجس الام الاول. تعالى نجسها مع بعض كده يا حبيبه. طب انا بجس الام ليه او بعمل الخطوه دي ليه؟ اهو طريقه الجس السهله سهله وبسيطه. كده اهو بعمل ايدي كده وبنزل تحت، يعني اضغط على بطنها كده رايح جاي. لو شفت كور او حاجه ناعمه او كده بيبقى ربع سنتي طال بتقوم تخلص كل اللي في بطنها. طب لسه مفيش فيها حاجه. طيب الحمد لله. دلوقتي انا هخلص من الام. طيب في حاجه تانية لازم اعملها مع الام برضو بعد الولاده. البتادين والقطنه زي ما قلنا في كل الحلقات لازم نطهر مكان الولاده وننظف الام. دي حاجه عباره عن نظافه، عباره عن ايه؟ نظافه للام وما تتعبش مني. نزليها تاني يا حبيبه كده. يبقى انا بعمل اللي عليا للام، وبعد كده هنمسك الخلفات. الام مكانها نضيف متطهر نضيف كويس قوي. اي بقايا من الولاده بشتلها برميها او مكانها باليود برضو، وبطهر فتحه الحيه بايه؟ بالبتادين. يبقى كده الام خلاص. انا كده طب افترض انا ما عملتش الحركه دي او الخطوه دي بعد الولاده. الام بعد ما ولدت ما جستهاش وفي لسه خلفه او 2 في بطنها. طب ما حصل لها تحجر. يبقى انا كده بعد كده لما اجي القح الام هتجيب عدد ايه؟ 1 2 او ممكن ما تمسكش او بتبقى
عدد قليل، يبقى انا كده اعمل اللي عليا، امشي بالخطوات صح. احفظ الخطوات حتى، يعني الام معاها ايه؟ اكتبها، اجيب الفيديو من الاول واكتب. اول حاجه بعد الام ما بتولد اجسها، اتاكد ان بطنها فضل. تاني حاجه بعد ما بجس الام اطهر مكان الولاده. مكان الولاده اللي هو في السلاكه، ومكان الولاده عند الام. مكان الولاده اللي هو عند الام الايدين والرجلين، لان الام لما بتيجي تولد وفي دم او في بقايا من الاجنه بتاعتها بتبدا تعملها بايديها وبرجليها، فبيبقى متوسخين دم وحواليها دم. الدم ده بيبقى عباره عن فيه بكتيريا، البكتيريا دي ممكن تضر الام بعد كده وتدخلني في التهابات للرحم ومشاكل تانية. فانا عايزه الام نظيفه بعد 10 ايام القحها تاني. الجو بالنسبه لها مناسب، الجو حلو، الجو جميل عندها. انا مشغله خلايا تبريد خلاص، طب انا ما معيش امكانيات ان احنا نجيب خلايا تبريد، هعمل فيديو خاص مخصوص عن الحاجات اللي احنا ممكن نستعملها لو مش معايا فلوس بديله لخلايا التبريد ان شاء الله. ممكن بعد الفيديو ده او اللي بعده ان شاء الله اعمل لكم مجموعه فيديوهات ان شاء الله كويسه جدا النهارده واحنا موجودين في مزارع الخير. طبعا. طب تعالوا كده نشوف الام دي جابت قد ايه. طب انا عشان انا مسكت بقى الام وخلصت العين بتاعه الام، طهرت الام بالبتادين، طهرت المكان باليود، نظفت مكان السلاك. ادخل بقى على الولاده. الولاده دي مكان الخلفه دي هتعيش فيهم اقل حاجه كام يوم؟ 15 يوم مقفول عليهم. رضاعه حبيسه، لازم ارضع رضاعه حبيسه. الرضاعه الحبيسه من فوائدها ان بتحافظ لي على الام، تحميها من التهاب الضرع، بتخلي الخلفات كلها مقاس واحد. الام هي جايبه لي كام؟ تعالوا كده اما نشوف. بسم الله ما شاء الله يا حبيبي، عدي كده شوفي كام خلفه في جنب كده. اشيل الشعر بس الجنب. 1 2 3 4 5 6 7 بسم الله ما شاء الله. ده العدد المثالي والمناسب، يعني ما شاء الله جايبه عدد حلو. والده في الصيف ونتفه كمان، واحنا يعني احنا النهارده اخر يوم في 7 وبكره 1/8 ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طيب انا اهتم بالخلفات دي ازاي؟ لازم المكان بتاع الخلفات دي يكون اهويه ممكن من تحت، او احط الورق ده في الشتاء اهوي من تحت، وممكن افتح الولاده لو الجو حر قوي، افتح الولاده شويه للخلفات دول علشان ايه؟ ما يحتروش من الجو. طيب الام نتفت والنتف كتير، انا مش عايزه النتف ده يبقى كتير حوالين الخلفات عشان الحر، عشان ما يحتروش ويتعبوا، هيعرقوا جامد. واجي افتح باب الولاده او الام افتح على الام تدخل ترضع. طبعا قافلين الباب عشان احنا ايه بنرضع رضاعه حبيسه. طيب النتف ده لازم يكون النتف حوالين الارانب الصغيره قليل، ما يبقاش الولاده مليانه زي الشتاء مثلا، او نحط قش ونحط شعر تاني وندفي. لا احنا بقى في الصيف دلوقتي اهم حاجه انضف الكرتونه برضو. الكرتونه دي في الشتاء. انضف الولاده ازاي؟ ان انا اطهرها باليود، 5 سم يود على لتر ميه، وببخاخه كبيره او صغيره، واطهر بايدي واطهر بالمشع، كل حاجه يعني كل حاجه. والولاده من بره ومن جوه. حتى الشعر اللي انا بحطه على الخلفات لازم برضو يكون نظيف ومتطهر. ممكن الخلفات دي اهتم بها خلال 15 يوم. ازاي واطلعهم بسم الله ما شاء الله كده يبقوا كويسين وحلوين معايا. كل يوم بخاخه بشويه ميه ساقعه، مش كتير قوي يعني، بس لما يكسوا شعر ارش عليهم كده حاجات بسيطه خالص، زي ده كده، زي الحجم ده او الحجم ده. شايفين اهو؟ دول عمري مثلا عمر اسبوع اهو، كيسوا شعر. طب الخلفات دي بسم الله ما شاء الله نايمين كده، وشايفين الشعر قليل عليهم ازاي اهو. ده اللي احنا بنتكلم فيه، بنمشي بخطوات عشان نوصل للي احنا عايزينه. اللي عايز ينجح بيجيب كراسه ويجيب الفيديو من الاول ويكتب 1 2 3. عملت زي ما احنا بنقول كده، الجو مناسب، العلف كويس، السلاله جيده، وطبعا ما اديناش دواء ولا كالسيوم ولا اي خلاص حاجه. بقى اصل الكالسيوم اوقات بيبقى له حاجات كويسه واوقات له اضرار. الكالسيوم في اوقات معينه كويس للام، وفي اوقات ثانيه بيبقى مش كويس. انا قصدي يعني بعد الولاده ولا كالسيوم ولا اي حاجه. هي حلها العلف الجيد والمناخ مناسب اهو، دي النتيجه. عند خلفات اهي، دول اهم حاجتين. الخلفه دي الجو حر عليها مثلا، او النور قطع فتره طويله مثلا، خلايا التبريد وقفت، اقوم جايبه بخاخه شويه ميه ساقعين عليهم شويه يود، السقعين اللي هم تلج يعني، حاجه يقدروا يستحملوا. وعلى الام برضو منها طهاره ونظافه للام وللخلفه. خلاص احنا دلوقتي كده يعني ايه بنحط كده شعر قليل جدا على الخلفات يا حبيبه، شعر قليل جدا عليهم. نشيل منهم شويه، بقلله واحط شويه شعر عليهم كده صغيرين. طبعا ما فيش قش ولا حاجات من دي، دول شويه شعر صغيرين عشان الارانب الصغيره دي ما تحترش.
لو احترت زي ما قلنا الخلفات ما بتستحملش الحر وبتموت. خلفات في السن ده بتموت من يوم لعمر اسبوع بيموتوا. لو عدوا معايا الاسبوع وبقوا كويسين وبيرضعوا كويس والام بترضع معايا كويس، يبقى انا الخلفات ان شاء الله هطلعهم كلهم السبعه زي بعض وهيبقوا كويسين معايا. وبعدين اصلا احنا لو مشينا بالخطوات اللي قلنا عليها في الفيديو دوت هنكسب وهننجح، ومش هيبقى في خساره ولا ارانب هتموت ولا اي حاجه. حتى انا لو عندي امين 2 بس وذكر، لو انا امكانياتي حتى على قدي، كل ام جابت لي 7 وكل ام جابت لي 8، يبقى انا هطلع اخر الشهر هيبقى عندي اللي ما شاء الله انتاج فوق اهو في مكان الخلفات الصغيره، في مكان الفطام يبقى انا عندي مثلا 15 ارنب، بعد شويه خدت كمان 15 تانيين، هكذا 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 لما يبقى عندي اسطول من الارانب. بس لازم اعمل اللي عليا الاول. هي زي ما احنا قلنا الارنبه هي شويه خطوات بسيطه بس توصلنا لكل حاجه. الارنبه كده عملت اللي عليها، احنا بقى اللي هنعمل برضو ونساعدها علشان نطلع دول ويبقوا كويسين، يبقوا في الاخر في اخر ال 15 يوم يبقوا لما نيجي نفتح الباب ياكلوا ويشربوا مع الام يبقوا 7 زي ما هم، ما يقولوش مثلا يبقوا 2 3، يبقى دي في عندي مشكله او اختليت في حاجه او ما عملتش حاجه من الخطوات اللي احنا قلنا عليها. طيب في ناس بتسال برضو علشان قبل ما اقفل الفيديو، في ناس بتبعت في التعليقات وتقول لي طب الارنبه ولدت القحها امتى؟ الارنبه ولدت معايا 7 اقل من 6 خلفات القحها تاني يوم لو الجو مناسب عندي. لو الجو حر ما ضغطش على الام او ما كثفش، ما اعملش كثافه على الام في ان هي تتلقح وتخلف وتولد تاني، لا انا اريح الام. ممكن في ناس تريح الامهات في الصيف، مثلا الام تعبت معايا طول فتره الشتاء وجابت لي ما شاء الله انتاج كتير، اريحها. ممكن اريحها شهرين 3 اللي هم الصعبين في الحر والقحها في بدايه شهر 9 ان شاء الله تولد على بدايه الموسم، تبقى ام بسم الله ما شاء الله عليا. لو هي مثلا غاليه عليا كده وبهتم بيها وبتديني ما شاء الله الخلفات زي بعضهم وبتطلعهم حلوين، اريحها. لو انا ما عنديش مثلا الا 1 أو 2 برضو، لو هي الام جايبه اقل من 6 خلفات القحها تاني يوم. لو اكتر من 6 خلفات، لان 6 خلفات دول ممكن يموت منهم 2 هيبقوا عندي 4، يبقى ملهاش اي لازمه ان انا اقعد الام 10 ايام او 12 يوم من غير تلقيح. فالام دي مثلا عندي 7 هستنى عليها 10 ايام والقحها بعد 10 ايام دول، ولازم تاكلها اكل كويس، مناخ مناسب كويس علشان تتلقح تاني وتديني خلفات تاني ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم نال اعجابكم، نكون دايما عند حسن ظنكم. استنونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله هتبقى مفيده باذن الله للكل. ربنا يجازيكم كل الخير، ونبقى كده كلنا زي ما قلنا مربين ارانب ناجحين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي اخت طبعا من الاخوات الفاضلات تحب تتواصل معانا على تليجرام ارانب الخل السيدات على رقم الشيخ سامس 01062815093. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 01064619771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. ولو محتاجين اي فيديو او اي موضوع نتكلم فيه في الفيديوهات ابعتوا لنا في التعليقات، وان شاء الله هنرد عليكم ونعمل لكم كل اللي حضراتكم تطلبوه مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.